الو. الو، مساء الخير. مين حضرتك؟ معاك حسن من برنامج تالنت. حضرتك محمد طه؟ ايوه انا. احب اقول لك مبروك، هتجرب ادائك يوم الاربعاء الساعه 9 الله الصبح. يبارك فيك. حبيبي يا محمد. تمام، يوم الاربعاء الساعه 9 الصبح في اكاديميه الفنون. الحمد لله الحمد هتكون لله. محضر مشهد او مشهدين. تمام جدا. هنستناك، ما تتاخرش. يلا. بابا انا اتقابلت في تجارب الاداء. الف مبروك يا ميدو. الله يبارك فيك. قالوا لك فين عنوان الاكاديميه؟ لا ما قالوليش حاجه. نبحث على جوجل. تمام، وريني. ما تخافش كده، لما يكون في خبر زي كده ما تخافش. لا انا مش خايف الصراحه، بس انا خايف ما اتقابلش في التجارب. ده الطبيعي على فكره، ما بياخدوش كل الناس، ناس معينه. عارف والله. قالوا لك يوم ايه؟ يوم الاربعاء الساعه 9 الصبح. حلو، الساعه 9. هصحيك قبل ساعتين من الميعاد. ماشي. وراجع المشهد كتير، ها؟ كلمة أنا بحبك عقد، اللمسة عقد، النظرة عقد، الوعد بالجواز ده أكبر عقد. كان بيعمل إيه بعد المشهد ده؟ المشهد صعب جدا. قلت له اهلا، قال لي اهلي ما بيرفضوليش طلب يا احمد. المفروض بتوصل. صدقته لان احنا بنصدق الناس الاكابر، اولاد الناس الاكابر. محمد، نعم يا بابا. بعد ما نخلص فطار تلبس على طول وتنزلي عشان الحق اوصلك. حاضر. في ممثلين بيتفرجوا جوه؟ لا، دي لجنه وتختبرك جوه. مين اللجنه؟ عندك جوه المخرج شريف العلواني والمدرب محمود توفيق والممثل احمد عمر. بجد ده ليهم اعمال بصراحه حلوين جدا، بتابعهم اول باول. لما نشوف، واتمنى لك الخير. اتفضل. تمام. يا رب تتقبل يا عم ميدو، لما تتقبل هتتشهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمك ايه؟ محمد طه الشهيد بمين؟ عندك كام سنه؟ 17 سنه. حافظ مشهد يا ميدو؟ مسرحيه عادل امام، مدرسه المشاغبين. تمام، اتفضل. ماشي. هي دي بقت مدارس يا جدعان. بتقول لي اقف، بتقول لي اقف بعد 14 سنه خدمه في ثانوي، بتقول لي اقف. ايه ايه دي بقت مدارس يا جدعان؟ فين ايام مدارس زمان؟ الله يرحمك يا تهتاوي. فين ايام قاسم امين، زكي جمعه؟ مشهد فاشل. يعني ايه؟ المشهد اللي انت عامله مش حلو، محتاج يتظبط. طب عندك مشهد تاني تعمله؟ انا حافظ مشهد من فيلم احمد زكي، اضحك الصوره تطلع حلوه. تمام، اتفضل. حضراتكم بتاخدوا قرارات بملايين الجنيهات، وكل مره بتمضوا عقد ولا الكلمه بتبقى عقد؟ كلمه انا بحبك
اجتهد على نفسك شويه وما تكونش خايف وانت بتمثل، وربنا معاك. بس ده شكرا ليك. بس ده ظلم. اقول لك حاجه، انت لما بتمثل بتكون خايف. ضرب نفسك وان شاء الله ربنا يوفقك. متشكر يا محمد. لا طمني ايه اللي حصل؟ محدش يصور. يا عم فكك بقى، كفايه صداع. انا استفدت ايه من التفاهه اللي انا اتفرجت عليها؟ يا جدعان ما حدش يتفرج على الراجل ده فاشل اصلا. بص انا هقول لك على حاجه، انت ما بتعرفش تمثل فلازم تدرب نفسك انك تمثل بجد. كمل يا جدع، ايه الحلاوه دي؟ انا كده كده هبيع الموبايل اصلا. يا اسطى اتعلم صح وبعد كده مثل. يا ابني انا قلت لك بلاش، مش هياخدوك. انت متوقع وفاكر نفسك هتتقبل؟ ارتحت كده؟ كلهم احلى مني في الصور وفي كل حاجه. انا اتظلمت. ما تقارنش بيهم، ومش انت لوحدك بس اللي ما اتقبلتش، في ناس كتيره وانا قايل لك الكلام ده امبارح. طب انا هعمل حاجه بقى ربنا يوفقني بيها زيهم بقى. ما تقارنش بيهم يا محمد، خلاص سيبني. خلاص. الله، البرنامج وديتك، عايز مني ايه بقى؟ ركز في دراستك. اول مره اعرف انك بتكلمني بالطريقه دي، علشان انت بتقارن نفسك بيهم. بص قدام. في برنامج تالنت قدم حوالي ناس كتيرة جدا، وصفينا 100 منهم في كل فئة، وبعد ما نصفي هنصفي، وبعد ما نصفي هنصفي، وبعد ما نصفي هنصفي، واخر حلقة هيكون معانا 5 من فئة التمثيل والغناء، وبعد ما يفوز المشترك في الحلقة الأخيرة في كل فئة. اجتهد على نفسك شوية وما تكونش خايف وانت بتمثل، وربنا معاك. شكرا ليك. بس ده ظلم. انت لما بتمثل بتكون خايف. ضرب نفسك وربنا يوفقك ان شاء الله. متشكر يا محمد. اللي كل واحد اترفض ربنا معاكم وشد حيلكم. ايه اللي مشغله ده؟ ده البرنامج اللي انا اترفضت فيه. اقفله. ليه؟ بقول اقفله. حاضر حاضر. دراستك وامتحاناتك اللي مهمين، ويا ريت تكون فهمت. اتفضل ذاكر. حاضر. ابويا عنده حق في كل كلمه قالها لي، بس انا نفسي اتعلم ازاي ما اخافش وانا بمثل. بتعلم لغايه في مره من المرات اكون احسن، لكن المفترض لازم اخلص الامتحان كلها، وبعد ما اخلص الامتحانات اشوف لي معهد تمثيل. والوقت وقت وربنا معايا يا رب. من ديفايدد لتايم وصلت. يلا حليلي الاكزام ده. بعد شهرين عملت كاستنج، وبعد ما عملت كاستنج باسبوعين قالوا لي عايزينك في فيلم من بطولة زياد صلاح. وبعد الوقت اللي انا بقول فيه عايز امثل كتير جه الحمد لله. مثلت. بالراحه على مين؟ المخرج دايما بيتعصب عليا. ليه؟ علشان لازم يطلع الشكل الافضل في الفيلم، ويقول لي انا عامل ايه وما عملش ايه. وبعد ما صورنا ب7 شهور الفيلم نزل في السينمات وحقق نجاح ساحق. اللي بيحب حاجه بجد يتعب عليه وهيوصل في يوم من الايام.